السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال أولى ثانوي اللي هيوحشوني جدا 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 جدا. النهارده إن شاء الله بإذن الله مع بعض في أول محاضرة مراجعة نهائية للترم الثاني 2026. توحشونا جدا جدا والله، هم آخر 4 محاضرات ومحاضرة ليلة الامتحان وتخش تقفل وبالسلامة على المسار اللي أنت اخترته. يا رب تحققوا كل أمانيكم يا رب إن شاء الله، وأولهم إنكم تقفلوا مادتي. إن شاء الله بإذن الله النهارده هنراجع مع بعض. تعالى نشوف سريعا كده خطة المراجعة اللي احنا هنشتغلها مع بعض تبقى عاملة ازاي. بص يا معلم، احنا راجع المنهج كامل. خلينا بس نكبر الخط شويتين 3. هنراجع المنهج كامل في 4 محاضرات. هنقسمهم ازاي؟ قال لك خلينا نقسمهم 1 2 3 4. اول محاضرة هتبقى فلسفة، وتاني محاضرة هتبقى فلسفة، وتالت محاضرة برضو يا ابني هتبقى منطق، ورابع محاضرة هتبقى منطق. يعني احنا هنراجع المنهج عبارة عن محاضرتين في الفلسفة ومحاضرتين في المنطق. ايه الفرق ما بينهم وهنشتغلهم ازاي؟ هنبتدي نشرح تفصيلي، ندي مفاتيح الحل اللي هتساعدك تحل ازاي، وهنحل معاكم اسئلة كتير جدا جدا جدا، وكل اسئلة محافظات السنة اللي فاتت هنحلها، ما تقلقش مش هنسيب سؤال مش هنحله. طب مستر ال4 حصص دول هنشتغل فلسفة درس أول أو الوحدة الأولى اللي هي البيئة والطب، بعدها الفصل الثالث والرابع اللي هي أخلاق المهنة والتفلسف والقيم الفلسفية، وبعدها ناخد المنطق برضه فصلين. ناخد بقى الفصل الأول بالاستدلال بالاستنباط بالاستقراء بمنهجكم بالمنهج العلمي الحديث بالمنهج الاستقراء المعاصر أو العلم المعاصر، وفي الآخر خالص هناخد الجزء الأخير وهو المنهج العلمي أو المنهج السوري وكل حاجه لها علاقه بالذكاء الاصطناعي. فالناس عايزه تفوق كده معانا، الله يكرمكم ان شاء الله. خلال الاسبوع ده هينزل لك محاضرتين مراجعه، والاسبوع اللي بعده محاضرتين مراجعه، ويبقى خلاص لحظه الوداع قد حانت. طب مستر قول لنا كده الدرس الاول بتاع فلسفه البيئه ده. بص يا كابتن، فلسفه البيئه. خلينا نشرح الدرس كده كروكي سريع نتكلم فيه عن تصنيفنا احنا او بنشوف الدرس ازاي. انا شايف يا مستر ان الدرس ده عباره عن تعريفات، حلو جدا، عباره عن مراحل، جميل قوي يا مستر، عباره عن حضاره مصريه قديمه، عباره عن علماء مسلمين او فلاسفه مسلمين، وعباره عن فلاسفه معاصرين، وعباره عن توجهات فلسفيه. يبقى انا مطلوب مني خلال الدرس ده رقم 1 اعرفك تعريف الاخلاق التطبيقيه، تعريف فلسفه البيئه، تعريف البيئه لغوي واصطلاحي. بعدها هنتكلم عن مراحل علاقه الانسان بالبيئه ال5: تقديس، تأليه، تفسير، توظيف، استغلال، سيطره، قهر، استبداد، احترام، وصون. بعدها هنتكلم على الحضاره المصريه القديمه بال4 اثار اللي سابتهم لنا، وهنتكلم عن علماء المسلمين وعن العلماء المعاصرين، واخيرا عن التوجهات. طبعا اعملها لك هنا على شكل خرائط ذهنيه الفصلين في بوستر. بصراحه يعني انا ما فيش اشيك من كده، مش على الاوتفيت الشيك اللي انا لابسه ده. اتكلم عن الملزمه. خلينا نبدا. اول حاجه بص يا باشا، بيبدا معانا الدرس برقم 1. اول حاجه واهم حاجه عندنا اسمها فلسفه البيئه. يعني ايه يا مستر فلسفه البيئه؟ صغير بقى خط قوي قوي قوي. اول حاجه تعريف فلسفه البيئه. احنا قلنا قبل كده ان احنا بندرس نوعين من الفلسفه. عندنا حاجه اسمها الفلسفه الحديثه التطبيقيه او الاخلاق الحديثه التطبيقيه، والفلسفه القديمه النظريه. الفلسفه الحديثه التطبيقيه اول فرع فيها اسمه فلسفه البيئه. ده بيهتم بايه؟ خلينا قبل ما نبدا بس نطلع منه شرطين كده، واكتب معايا ان ده فرع جديد وان ده فرع تطبيقي. يبقى فلسفه البيئه فرع جديد تطبيقي، فرع جديد تطبيقي. يبقى اول حاجه نعرفها فلسفه البيئه فرع قديم ولا جديد؟ فرع جديد. طب مستر الفرع ده نظري ولا تطبيقي؟ لا يا باشا، فلسفه البيئه فرع تطبيقي. طب يدرس ايه؟ قال لك بيهتم بدراسه البيئه ومشكلتها الناتجه عن التقدم العلمي والتكنولوجي اللي هدد الكائنات الحيه وعلى راسها الانسان. بقول لحضرتك ان فلسفه البيئه فرع جديد وهو فرع تطبيقي بيهتم بالمشاكل اللي ظهرت. اي حاجه فيها مشكلات بيئيه، تلوث، ضوضاء، انقراض حيوانات، احتباس حراري، فهو بيتكلم على تعريف فلسفه البيئه. طب مستر
دلوقتي الفلاسفه لقوا ان في اخطار على البيئه، اهوال على البيئه، هيسكتوا؟ قال لك لا طبعا، الفلاسفه هيتدخلوا. الفلاسفه عملوا دعوه. يعني ايه عملوا دعوه؟ دعوني لثلاث حاجات. يبقى فلسفه البيئه هي فرع جديد، فرع تطبيقي، فرع جديد كده من الفلسفه بيدرس مشاكل الناتجه عن التقدم العلمي والتكنولوجي اللي هد الكائنات الحيه. وهنا انا فهمتك ان اي تقدم علمي او تكنولوجي سلاح ذو حدين. يعني ايه يا مستر سلاح ذو حدين؟ يعني ليه ايجابيات وليه سلبيات. العلم يدور على الايجابيات والفلسفه تدور على السلبيات، وبالتالي نحل مشاكل. فبقول لحضرتك، واحد، احنا عايزينك تستخدم البيئه لكن تعمل لنا توازن. إقامة التوازن بين مطالب الإنسان المتنامية المتزايدة في السيطرة على البيئة والاستفادة من مواردها. يعني إيه توازن؟ يعني أنا ما أقدرش أقول للإنسان ما تقطعش الأشجار، لأنه بيقطع الأشجار وبيبتدي يعمل لنا منها الخشب والأثاث والبيوت وبيعمل لنا منها الورق. لكن أقول له اقطع مليون شجرة وازرع مليون شجرة، فحافظ لي على التوازن، حافظ لي على التوازن. طب مستر، اتنين، ركز قوي فيها، احترام حقوق الكائنات الحيه الاخرى. مين يا كابتن الكائنات الحيه الاخرى؟ قال لك احنا 3 كائنات في الارض: انسان، حيوان، ونبات. احنا ال3 بنأثر وبنتأثر ببعض، فلازم نحترم حقوق الحيوان والنبات. وانا هنا مش بتكلم عن ان احنا نحترم حقوق الحيوان والنبات عشان هم ناس كيوت وبنحافظ عليهم. انا بحترم حقوق الحيوان والنبات لان الحيوان والنبات اي ضرر عليهم هيضرني. طب 3، احترام حقوق الاجيال القادمه. معلش يا مستر انا اسف، مين الاجيال القادمه؟ اولادنا واحفادنا في المستقبل. واحنا اي قرار بناخده دلوقتي ضد البيئه اعمل حسابك كويس انك تسيب اثار ايجابيه للبيئه تبقى مع اولادك مهما طال الزمان، وتبقى انت عارف كويس جدا 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 ان اي قرار بتاخده دلوقتي هيأثر عليهم بشكل مباشر او غير مباشر. طب مستر يعني ايه بيئه بقى؟ قال لك والله يا باشا عندنا تعريف اسمه لغوي، تقدر تكتب لي جنبه اشتقاقي. يعني ايه ابو المساتير اشتقاقي؟ يعني اصل الكلمه في اللغه مشتقه من ايه؟ بقول لك اصل كلمه بيئه بوأ تبوأ، بوأ وتبوأ او باء، باء بوأ تبوأ باء. يبقى لما نيجي نرجع لاصل الكلمه اصلا هي مذكوره في القران، بسم الله الرحمن الرحيم: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. تبوأ يعني انزل، اسكن، أقيم. فكلمة باء معناها المنزل أو المسكن أو البيت الذي يعيش فيه الإنسان. يبقى البيئة لغويا المكان اللي عايش فيه، المكان اللي ساكن فيه، المكان اللي مقيم فيه. أنا مصر مين البيئة اصطلاحيا؟ عوامل مادية بيولوجية محيطة بالفرد. اكتب لي جنبها كده: محيط مؤثر متفاعل. تاني: محيط مؤثر متفاعل، محيط مؤثر متفاعل. يعني محيط مؤثر متفاعل؟ تعريف البيئة اصطلاحيا كل حاجة حواليا بتأثر فيا تعتبر جزء من البيئة بتاعتي. يعني ايه يا مستر؟ يعني والله يا كابتن اي حاجة الانسان بيعملها جزء من بيئته. اهلك بيئة أسرية، أصحابك بيئة اجتماعية، أنا بيئة تعليمية، القساوسة والمشايخ بيئة دينية، النظام السياسي بيئة سياسية، كل محيط بيا بيأثر بيا بيئة. طب مستر قول لنا بقى إيه مراحل علاقة الإنسان بالبيئة؟ بص يا أبو كباتن، إحنا كده أول حاجة خلصناها أهي عشان نبقى مع بعض مركزين وفايقين. إيه ده يا بابا؟ احنا عندنا 5 مراحل لعلاقة الإنسان بالبيئة. يعني الإنسان في تعاملاته مع البيئة مر ب5 مراحل. أول مرحلة اسمها إيه؟ التقديس والتأليه. مراحل علاقة الإنسان بالبيئة مراحل جدلية. يعني إيه جدلية؟ يعني مش ثابتة، متغيرة. ونقول عندنا 5 مراحل لعلاقة الإنسان بالبيئة. 5 مراحل للبيئة. 5 مراحل للبيئة. 1: عبدها، فهمها، استغلها، دمرها، ورجع يحترمها. كل مرحلة فيهم ليها اسم. قرروا معايا كده سريعا. أول مرحلة اسمها تقديس تأليه، تقديس تأليه، تقديس تأليه. ثاني مرحلة تفسير توظيف، تفسير توظيف، تفسير توظيف. ثالث مرحلة استغلال سيطرة، استغلال سيطرة، استغلال سيطرة.
رابع مرحلة قهر واستبداد، قهر واستبداد، قهر واستبداد. واخر مرحلة واهمهم احترام وصون، احترام وصون. طب مستر ايه التقديس والتأليه دي؟ قال لك المرحلة الاولى، بص دي بقى المفاتيح، العبادات. المرحلة الاولى مرحلة الانسان البدائي، بيئة مقلقة او مرعبة، عبادة الظواهر او الروح. اي كلمة من دول من غير ما تفكر تقديس تأليه. انا بقى ممكن اشغل دماغي في السؤال واجي اقول لك ايه، بدل ما احط كلمة تقديس وتأليه، العبادة والألوهية، العصر القديم، الإنسان البدائي، مراحل عبادة الروح، كلها تقديس تأليه. تاني حاجة يا مستر، التفسير والتوظيف. بص يا كابتن، التفسير والتوظيف باين من اسمها قوي، اسمها الشرح والإيضاح. ظهرت في الحضارة اليونانية أو الفلسفة الطبيعية، في الحضارة اليونانية أو الفلسفة الطبيعية. لما ارسطو فسر العالم وقال الارض مركز الكون، من الاخر عشان تحلها في الانجاز، اي اسم يوناني واي شرح وهو وهي. تاني، اي اسم يوناني، اي شرح، اي هو او هي. يعني ايه؟ قال لك مثلا طاليس قال الانسان اصله كذا، الكون هو كذا، ارسطو قال الحياه هي كذا، الموت هو كذا. طب مستر ثالث مرحله اسمها الاستغلال والسيطره. ايه بقى دي بقى؟ قال لك لو اتكلم على العصر الحديث اهي او العصر التجريبي. عصر حديث، منهج تجريبي، رفاهيه، ندرة الحديث على كائنات الحياه الاخرى. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك في مرحله الاستغلال والسيطره اهتم الانسان بالاستغلال. قال لك تصنيع، تحويل، رفاهيه. حولنا الحديد لسيارات وطيارات. موبايل رن. ميجو بصور. هناك اهو في التصوير. خلاص خلينا. عملنا التليفون صامت ونأسف لهذا العطل الفني. طيب، اي حاجه فيها استغلال، فيها رفاهيه، فيها تجارب، فيها اكتشاف، فيها اختراع، يبقى مرحله الاستغلال والسيطره. طبعا يا جماعه دي مراجعه، فاحنا بس بنشغل دماغك كده سريعا، بنفكرك بالمنهج كله عشان الناس تفهم معانا وتشغل دماغها. لو انت لسه ما خلصتش مراجعات او حصه الشرح، ارجع اتفرج عليها الاول. طيب، المرحله الرابعه القهر والاستبداد. سهله خالص، اكتب لي جنبها كده دمار خراب اثار سلبيه، دمار خراب اثار سلبيه. ظهرت في العلم المعاصر، وخلي بالك من وقتها، التقدم ليه اثار سلبيه على البيئه، احداث تحولات في الكائنات الحيه، اي حاجه بقى فيها طاقه ذريه، طاقه نوويه، مبيدات حشريه. اكل ايه؟ نرك. بص يا معلم، يعني ايه الكلام ده؟ قال لك انت لقيت دمار، لقيت خراب، لقيت اثار سلبيه، لقيت اي حاجه فيها استنساخ، هندسه وراثيه، دي ان ايه، واتيحت لك كل كلمات انقراض الكائنات، تطور الهندسه الوراثيه، التقدم الاسلحه النوويه، كل المفاتيح اللي انت عايزها بين ايديك. طب مستر، مراحل احترام والصون، دي المرحله التي نحياها الان. قال لك بقى عصر حالي، عصر راهن، حط قوانين لحمايه البيئه، اقترح مشروعات لعلاج المشاكل البيئيه، كل ده من غير ما تفكر احترام وصون. في مشكله في ده؟ طيب، ايه اللي بيلخبط هنا؟ صحصح لي كده يابا، الله يبارك لك يابا، عشان الحصه لسه في اولها. اللي بيلخبط هنا يا معالي الباشا ان احنا عندنا غلطه مهمه جدا جدا جدا، ان الطالب بيقرا اول السؤال ما بياخدش باله من اخر السؤال. فانا بروح مشغل دماغي واروح عامل الفكره ان اجيب لك اول السؤال بفكره واخر السؤال بفكره ثانيه. ازاي؟ اجي اقول لك مثلا قام الانسان بقطع الاشجار وتدمير الحياه البريه وانقراض الحيوانات، وانت بتقرا دماغك قالت قهر واستبداد، لكن الحقيقه جيت في اخر السؤال وقلت لك لذلك يحذر العلماء من التدخل في الطبيعه. قلبت السؤال لاحترام وصون. فانا ممكن اول السؤال ابداه بحاجه واخر السؤال انهيه بحاجه ثانيه. فارجوك، الغلطه الوحيده اللي ممكن تغلطها في مراحل علاقه الانسان بالبيئه هي الغلطه اللي قلتها لك دي، لو سمحت خلي بالك منها. 2. بص بقى يا معلم، هنتكلم عن حاجه اسمها الفكر البيئي في العصور المختلفه. عندنا اول عصر هنتكلم عنه وهو العصر القديم. عندنا الحضاره المصريه القديمه، بيقول لك كشف المصري القديم عن حبه الشديد للبيئه. المصري القديم كان بيحب البيئه قوي 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 جوه قلب منه. عمل ايه عمل مصر ده؟ قال لك اول حاجه عمل حاجه اسمها كتاب الموتى،
وتعويذة إعلان البراء. مستر أنا آسف والله العظيم ما بتلخبط بين الكتاب والتعويذة. سهلها لك، أي حاجة إيجابية كتاب، نفي حاجة سلبية تعويذة. مش فاهم يعني لو جيت قلت المعالي جناب سيادة حضرتك دلوقتي زرعت شجرة كتاب موت، ما قطعت الشجرة تعويذة، ربيت حيوان كتاب موت، ما قتلتش حيوان تعويذة، اهتميت بالأرض كتاب موت، ما جرفتش الأرض بوظتها تعويذة، لم أصطاد سمكة، لم أصنع فخاخا، لم أقطع مسدا، لم أمنع المياه الجارية، لم أطفئ نار، أي حاجة فيها نفي تعويذة. طب مستر امتى احترام البيئة دي؟ قال لك لو قال أي عبادة في العالم غير ربنا سبحانه وتعالى. خليني اكتب لك هنا أهو: السماء، الأرض، الشمس، الحيوان، أي حاجة في الدنيا. تقديس نهر النيل، خلي بالك بقى في كلمات اكتبها معايا كده: يفيض بالخيرات، يأتي بأمواهه، كل دي حاجات تدل على نهر النيل. طيب يبقى المصري القديم بيجي منه 4 أفكار: يا إما كتاب موتى عمل حاجة إيجابية، تعويذة ما عملش حاجة سلبية، يا إما قال إنسان حيوان نبات بيعبد أي حاجة في الدنيا، يبقى احترام البيئة، وأخيرا تقديس نهر النيل. طب مستر علماء المسلمين أسهلهم لك. شايف القمر ده؟ القمر ده اسمه علي بن رضوان، هو طبيب مصري. أي حاجة أمراض وعلاج، أمراض وعلاج. وأنت بتقرأ أي سؤال لو لقيت في السؤال أي مرض أو علاج أو درس المناخ للمرض والعلاج، الدكتور المصري الجميل علي بن رضوان، وهو أحد علماء الحضارة العربية والإسلامية. 2 عبد الرحمن بن خلدون. أنا بديك الفكرة تحل بيها. ابن خلدون قال إيه؟ قال لك ده راجل شغال أصلا مؤرخ. يعني إيه مؤرخ؟ يعني بتاع تاريخ وعلم اجتماع، من اشهر علماء الاجتماع. فلو اتكلم على البيئات الصالحه للعمران والغير صالحه، او المهنه، الملابس، الاكل، عادات، التقاليد، اخلاق البشر، من الاخر لو جاب اي اسم دوله وشرحها: المصري بياكل كذا، بيشرب كذا، عاداته كذا، تقاليده كذا، قيمه كذا، من غير ما تفكر عبد الرحمن بن خلدون. يبقى لو اتكلم على الامراض بيتكلم على ابن رضوان، ولو اتكلم على المجتمعات والثقافات واختلافها فبيتكلم على عبد الرحمن بن خلدون. طب مستر تعالى بقى للنجم. ألدو ليبولد أخلاق الأرض، ده من أشهر الفلاسفة الغرب، وده شكله حقيقي على فكرة. الراجل ده اتكلم عن إيه؟ عن الأرض. الراجل ده ما اتكلمش غير عن حاجتين، اكتبهم جنبه كده: اتكلم عن الأرض، أيوه، واتكلم عن المساواة تاني أهو. اتكلم عن أخلاق الأرض: تربة ومية نبات حيوان. وقال إن أنا عايز أغير الإنسان من مستعمر في الأرض إلى مواطن هادئ فيها. يبقى ألدو ليبولد راجل كل حياته ودوره بيفكر في حاجة واحدة بس، هو مبدأ المساواة. ازاي اساوي بين الانسان وباقي الكائنات الحية. طيب هانز يوناس: اخلاق المسؤولية اجيال مستقبلية. تاني: اخلاق المسؤولية، ايوه، اجيال مستقبلية. لو اتكلم على اي حاجة تخص المسؤولية، ان الانسان مسؤول عن الحيوان والنبات، ان الانسان مسؤول عن الاجيال القادمة، يبقى هانز يوناس. يعني من الاخر احنا عندنا 4 شخصيات: امراض وعلاج ابن خلدون ابن رضوان، صفات وعادات مجتمعات واخلاقيات وقيم ابن خلدون، ارض وتغيير الانسان والمساواه ألدو ليبولد، مسؤوليه اجيال قديمه هانز يوناس. طب مستر ايه اخر حاجه؟ التوجهات لاخلاقيات البيئه. ايه بقى اخلاقيات البيئه؟ قال لك والله اخلاقيات البيئه ده كابتن نظام بيدرس علاقه الانسان مع البيئه، وهناك عده توجهات. اول حاجه اسمه الاتجاه النفعي الواقعي العملي، يدفع عن النظام البيئي كوسيله مفيده للبشر مصلحتنا. يعني ايه؟ منفعه، مصلحه، انا بدور على مصلحتي. السؤال بيقول مصلحه، يبقى بيتكلم على الواقع العملي المنفعي. طيب التوجيه الخضر المثالي يحافظ على النظام البيئي وليست وسيله. زي ايه؟ المحميات، بعمل محميه وبصرف ملايين عشان يبقى شكل البيئه حلو وحافظ عليها. الوسطي يوازن بين التوجهين السابقا: المنفعه البشريه واحترام البيئه، وده المساواه. انا مع الفريق ده. وبكده يا ابطال نبقى راجعنا كل حاجه تخص فلسفه البيئه في الدرس ده. ايه ده مثلا؟ ده سهل قوي. طب معلش خليه بس اجيبها لك كلها على السبوره واحده كده.
بص يا باشا، بص يا كابتن، سريعا كده اقول لك الباب كامل في 3 دقايق. الفصل الاول كامل. اول حاجه اتكلمنا عنها تعريف فلسفه البيئه، قلنا انه فرع جديد تطبيقي بيهتم بدراسه البيئه ومشكلاتها الناتجه عن التقدم العلمي والتكنولوجي اللي هدد الكائنات الحيه على راسها الانسان. النتيجه لده اقام الفلاسفه 3 حاجات: دعوه لحفاظ التوازن، دعوه لاحترام الكائنات الحيه الاخرى، دعوه للاجيال القادمه. ومن هنا طلع لنا مصدر تعريف البيئه، وعندنا منه 2: تعريف لغوي واصطلاحي. اصلها في اللغه باء بوأ تبوأ، المنزل والمسكن ومكان الاقامه. ومعناها الاصطلاحي مجموعه الظواهر المحيطه بالفرد وتؤثر فيه سياسيا اجتماعيا اخلاقيا. بعدها دخلنا على 5 علاقات او 5 مراحل لعلاقه الانسان بالبيئه: تقديس تأليه، تفسير توظيف، استغلال سيطرة، قهر استبداد، واحترام وصول. التقديس والتأليه: عصر قديم، إنسان بدائي، حضارة قديمة ما عرفش يسيطر على البيئة، عبادة أي شيء غير ربنا سبحانه وتعالى. تفسير وتوظيف: حضارة يونانية، فلسفة طبيعية، أي شرح وتوضيح. استغلال وسيطرة: عصر حديث، منهج تجريبي، تحويل، استخدام، رفاهية، وندرة الحديث عن حقوق الكائنات الحية الأخرى. 4: التدمير والتخريب اللي احنا بنسميها القهر والاستبداد، دمر، خرب، بوظ. واخر حاجه الاحترام والصون، لو حذر او نبه او حط تشريعات. بعدها مصر دخلنا على الحضاره المصريه القديمه اللي كلها عباره عن 4 افكار: كتاب موتى لو حافظ وخلى باله وراعى، تعويذه لو ما دمرش وما خربش وما اذاش، احترام مظاهر البيئه لو عبد الشمس والقمر والنجوم والكواكب، واخيرا وليس باخرا ودي اهم حاجه بالنسبه لي، احترام نهر النيل لو اتكلم على تقديسه لنهر النيل، قدم له الاناشيد، قدم له التراتيل، يفيد بالخيرات ياتي بمائه، والاله حابي هو اله نهر النيل. بعدها دخلنا على علماء المسلمين. علماء المسلمين 2: الدكتور علي بن رضوان لو اتكلم على الامراض والاوبئه، والمؤرخ المشهور عبد الرحمن بن خلدون لو اتكلم على احداث التاريخ وميز بين البيئه الصالحه للعمران والغير صالحه، ولو اتكلم عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا واخلاقنا وصفات البشر. بعد كده دخلنا على علماء وفلاسفه معاصرين. ألدو ليوبولد لو اتكلم عن اخلاق الارض، تربه، ميه، نبات، حيوان، ولو اتكلم عن تغيير الانسان من مستعمر لانسان هادئ في المجتمع. واخيرا الحضاره الخاصه بيه طبعا ألدو ليوبولد، انه كان راجل مساواه وتوازن. لكن هانز يوناس اتكلم عن اخلاق المسؤوليه والاجيال المستقبليه. واخر حاجه التوجهات الاخلاق الفلسفيه: النفعي لو دار على مصلحتك وبس، الخضري لو البيئه وبس، الوسطي لو وازن ما بينهم. وده الدرس كله في 2 3. اللهم يستر، ده الدرس سهل قوي 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 قوي. الاسهل واسهل اهو، فلسفه البيئه. بص بقى يا معلم، برضه نفس الموضوع. اول حاجه البايو، نكبر لك الخط كده برضه نديك فكره الايه الدرس الاول. البايو يعني ايه مستر بايوتيكا؟ قال لك 1 هناخد تعريف، 2 مجالات الاخلاق البايوطبيه اللي هي اخلاق العياده والبحث العلمي والمؤسسات الصحيه، 3 هناخد بعض المشكلات الناتجه عن الثوره البيولوجيه، ورقم 4 ودي اهمهم عندي هناخد الموافقه المستنيره والمعايير الطبيه الحديثه. بصوا بقى، الدرس ده اكتر درس فيهم مهم لانه عايز طالب فاهم مش حافظ بس. بيبدا معانا الدرس بسم الله. اول حاجه يعني ايه مستر بايوتيكا؟ خلينا نبدا بتعريف الاخلاق التطبيقيه. لو الناس فاكره، اهي، لو الناس فاكره يعني ايه يا مستر اخلاق تطبيقيه، نروح دايسين هنا بس مصغرين الخط شويه اهو. احنا قلنا قبل كده ان الفلسفه نوعين: فلسفه قديمه نظريه وجديده تطبيقيه. كلمه تطبيقيه يا كابتن هي فرع جديد من فروع الفلسفه، بيدرس قواعد عمليه للموضوعات في شتى المجالات. من الاخر اي تطور علمي او تكنولوجي في اي مجال حديث بعد القرن ال18 ابتدت تظهر اخلاق تطبيقيه. احنا قلنا الفلسفه الاخلاقيه نوعين: فلسفه اخلاقيه قديمه نظريه تتكلم على الصدق والعدل والاخلاص والمحبه والامانه، وفلسفه عمليه تطبيقيه بتحل مشاكلنا اليوميه.
هي دي اللي فرع منها فلسفة البيئة واللي فرع منها فلسفة الطب. طب مستر ايه هي الاخلاق البيوتيقية او البيولوجية؟ بصوا والله يا كابتن، قال لك عندنا حاجة اسمها علوم طبية بيولوجية سميناها بايو طبية، علوم طبية بيولوجية سميناها بايو طبية، واطلقنا عليها البيوتيقة. بقول لحضرتك ان التطور في علم الطب والتطور في علم الاحياء اسمها التطور في العلوم الطبية البيولوجية او اللي احنا بنسميها البيوطبية. اطلقنا عليها بيوتيقة، اطلقنا عليها بيوتيقة. يعني تطور علم الطب مع تطور علم الاحياء اظهر لنا فرع جديد اخلاقي. البيوتيقة هي من فروع الاخلاق التطبيقية، يبقى فرع جديد تطبيقي استخدم لاول مرة سنة 1970 من العالم فان بوتر، والبيوتيقة هو علم البقاء. يعني ايه يا مستر بيوتيقة؟ مش فاهم حاجة. قال لك والله ان علم الطب اتطور وعلم العلوم البيولوجية اتطور قوي، واحنا قلنا ان اي تطور علمي ليه ايجابيات وليه سلبيات. ما حدش اتكلم عن سلبياته. ظهرت البيوتيقة على ايد واد اسمه فان بوتر سنة 1970 وقال ان احنا عايزين قواعد وقيم للتطور العلمي في مجال الطب والاحياء. ومن هنا ظهر لنا تعريف البيوتيقة، فكر اخلاقي من احد مباحث الاكسيولوجيا اللي هي فلسفة القيم. مش احنا قلنا الفلسفة كم فرع؟ 3: انطولوجيا، ابستمولوجيا، اكسيولوجيا. ظهرت لنا البيوتيقة ليه؟ قال لك والله ظهرت لنا البيوتيقة عشان المشكلات الناتجة عن التطور العلمي في علم الطب والأحياء. يعني هو عايز يقول لك إن علم الطب والأحياء اتطوروا، ونتيجة للتطور الطبي والبيولوجي طلع مشاكل كان لازم تلاقي لها حل، فظهرت أخلاق البيوتيقة أو الأخلاق البيوطبية. طب مستر أخلاق البيوتيقة أو فروع الأخلاق البيوطبية كم فرع؟ قال لك 3: أخلاق عيادة، بحثية، علمي، سياسة صحية. يعني ايه أخلاق العيادة؟ بص أسألها لك أنا كده كده أشرحها بالتفصيل، بس حط جنبها الكلمتين دول. بص، مريض وطبيب، بالله عليك ما تنسى دي، في علاقة. أخلاق العيادة دي هي بيتكلم عن علاقة المريض بالطبيب، قواعد علاج المريض، رسم خريطة العلاج، لو قابلنا مشكلة بكتم أسرار المريض، بقدم رعاية صحية ذات منفعة للمريض. أي حاجة في السؤال بتتكلم على علاقة المريض بالطبيب فهو بيتكلم عن أخلاق العيادة. قال لك بقى إن هي مؤسسات مختصة بتحط خريطة للعلاج اللي حددها فيلسوف اسمه ديفيد روس. قال لك أي مشكلة بتواجهنا عايزين نعالجها، العيادة، الطبيب، المريض، المجتمع، طالما اتكلم على فكرة العلاج ورسم خريطة العلاج واتخاذ خطوات إيجابية للعلاج فهو بيتكلم عن حاجة اسمها أخلاق العيادة. طب مستر يعني إيه بحث علمي؟ إيه بقى إيه الأخلاق؟ إيه البحث العلمي؟ سيبك من كل مكتوب، تجارب على البشر. لو اتكلم على أي شكل أو أي نوع من أنواع وأشكال التجارب اللي ممكن تحصل على البشر. إزاي أهو؟ بيان الجوانب الأخلاقية للأبحاث العلمية على أجزاء جسم الإنسان، وإن في لجان مخصصة لإجراء التجارب على البشر. عايزين توازن ومنع التجارب. فالسؤال من الآخر أنا بديك الطريقة اللي تحل بيها. والله يا كابتن حضرتك لقيت مريض طبيب، أخلاق عيادة. لقيت تجارب بشر، بحث علمي. السياسة الصحية دي أنا بقلق منها بقى. أي حاجة فيها قوانين، اكتب كده دولة، حكومة، قرارات. واخلاق العياده متقسمه ل3 فروع. حاجه اسمها الصحه العموميه، وحاجه اسمها منظومه العلاج، وحاجه اسمها توزيع الموارد الصحيه. تاني، اول هدف لوزاره الصحه او للسياسه الصحيه في اي دوله: 1. الصحه العموميه. يعني ايه يا مستر صحه عموميه؟ قال لك والله يا مستر الصحه العموميه ان انا الناس عندي في البلد نوعين: يا اما سليم بحمي يا اما مريض بشفي، يا اما سليم بحمي يا اما مريض بشفيه. فلو اتكلم على حملات التطعيم ضد الامراض او حملات التوعيه 100 مليون صحه، الكشف عن سرطان الثدي المبكر، حمله 100 مليون صحه، الكلام ده كله صحه عموميه. منظومه العلاج لو اتكلم عن المستشفى. الموارد الصحيه لو اتكلم عن الدكتور والعلاج.
صعب ده؟ طيب يا مستر. تعالى بقى لما نتكلم عن المشاكل اللي موجودة في الطب. طب احنا قلنا ان التطور العلمي في العلوم الطبية والبيولوجية سبب لنا مشاكل. اول مشكلة زراعة الاعضاء. هي زراعة الاعضاء ايجابية ولا سلبية؟ ايجابية جدا. يعني ايه زراعة اعضاء؟ قال لك احنا بناخد عضو من انسان عايش ندي لانسان عايش، ده من حي الحي، او من انسان ميت لانسان عايش. مش فاهمها، خلينا نمشي من عايش لعايش الاول. انا لو خدت مني كليه، خدت مني فص من الكبد، خدت مني شويه دم على شويه خلايا جذعيه، الكلام ده كله تاخده وانا عايش عادي. طب مستر لكن من ميت لحي، بص بقى، من متبرع في حاله الحي لا يقبل التبرع بالاعضاء الا اللي قبل للتجديد او انتزاعها لا يؤدي الى ضرر كبير. حلو، زي الكليه، زي فص من الكبد بيتجدد تاني. في بقى حالات الميت دي امتى يا باشا؟ دي بقى لو المتمرع ميت موت دماغي. ما هو لو ميت موت كل احمر مش هينفع ناخد منه حاجه، لكن ميت موت دماغي، دماغه ماتت لكن جسمه شغال، اسمه ميت اكلينيكيا، يعني عقله غايب عن الوعي لكن اعضائه حلوه، نقدر قطع شف ووزع بيع تبقى كويسه. وده طبعا انتزاع اعضاء صالحه للزراعه زي ايه مثلا؟ الاعضاء اللي ينفع تتاخد ودي الاصعب بالنسبه لنا طبعا الرئه، القلب، العين، الحاجات الصعبه دي من الميت لحي. في مشكله في ده؟ طيب نزع الوسائل الاصطناعيه او الموت الرحيم، تدخل طبي يسعى لوضع حد لحياه المريض لو في غيبوبه او طعن في السن يتعارض مع مبدا العداله. نزع الاجهزه، واحد تعبان او مستر، هنشيله من على الاجهزه ونريحه ولا هنسيبه بيتعذب ويتألم؟ لا، شيله مع الاجهزه وريحه، اديله حقنه ريحه، طبعا ده ضد كرامه الانسان. قيمه الحياه، ما ينفعش نعمل تجارب على السجناء والاجنه المشوهين او اللي محكوم عليهم بالاعدام. انا بيني وبينك مش عاجباني الفكره دي، ما معدوم عليه بالاعدام يعني كده كده ميت، طب ناخد نعمل عليه تجارب ونستفاد منه طالما هو كده كده ميت. بس اخلاق العلم لا تسمح بذلك، وانا مع اخلاق العلم. صعبه؟ طيب مع معايير الاخلاق الطبيه الحديثه. شايفك يا واد اللي عامل فيها دكتور، انت تعالى لي بقى. عايز تبقى دكتور؟ انت نفسك تبقى دكتور؟ معايا 4 شروط لازم تلتزم بيهم. رقم 1 المنفعه. الدكتور مالوش مصلحه ماديه، عايش حياته في الدنيا دي يدور على مصلحه المرضى. الراجل اصيل، عنده قيم، عنده مبادئ، فعل ما فيه الخير لمصلحه المريض، والرعايه الصحيه منفعه للمريض. يعني ايه؟ في دكاتره ما عندهمش ضمير، بيدوروا على مصالح ماديه، مش فارق معاهم مصالح المرضى اللي عندهم. زي مين؟ مش هينفع نقول اسامي. لو رحت عند دكتور ولقيته بيقول لك اعمل تحاليل في المعمل الفلاني يعمل لك خصم، فهو بياخد نسبه من المعمل. الدواء ده مهم جدا ونادر في السوق، مش تلاقيه غير في الصيدليه اللي جنبي، اعرف انه بياخد نسبه من الصيدليه اللي جنبك. الدكتور الامين ما بيدورش على مصالح ماديه، ما بيدورش غير على مصلحه المريض، لان دي امانه هيتحاسب عليها يوم القيامه. 2 عدم الحاق الاذى. عدم الحاق الاذى هو عدم التسبب في الحاق الضرر او الاذى عمدا او اهمالا ونقلله للحد الادنى. انا عارف ان مفيش دكتور في الدنيا هيبقى الطريق بتاعه انه يؤذي المرضى، لكن انا اسف، اشتغلت الشغلانه دي لازم تبقى قدها، تبقى عارف كويس جدا جدا انك ما ينفعش تخطئ. الخطا وارد في الطبيعه البشريه، في الطب لازم يقل، نحط له حدود كتير وقواعد كتير وتدريب كتير. انا لو غلطت ونسيت معلومه او اتلخبطت في معلومه عادي اخرها سؤال في الامتحان، لكن لو انت غلطت بتدمر حياه بني ادم. بالرغم من الاخطاء الطبيه الا بنحاول نحمي المرضى. طب مستر، احترام الاستقلاليه الفرديه، المريض حر مستقل صاحب اراده. يعني ايه احترام الاستقلاليه الفرديه؟ حق المريض في التحكم في الرعايه الصحيه الخاصه به دون قهر او اجبار او تدخل مننا في شيء. جالك مريض ازاي ده عنده هتنفجر،
كشفت عليه لازم يعمل عمليه حالا. مش عايز اعملها. يا ابني هتموت. انت مالك يا عم؟ انا حر. ما حدش يقدر يجبرني ان اعمل العمليه غصب عني، لان انا بعمل عمليه بمزاجي فانا مش عايز اعملها، مش هعملها. لكن حضرتك ما تقدرش تلزمني ولا تجبرني ان اعمل حاجه مش على هوايه، فلازم اخلص دوري كطبيب واقول لك ان ده خطر، لكن ما اقدرش اجبرك تعملها حتى لو المريض هيموت، حتى لو المريض هيموت. واخر حاجه المساواه والعدل، تعني معامله جميع الافراد بالمساواه دون تمييز بين غني وفقير، مسلم ومسيحي، راجل وست. صعب ده؟ طيب كلهم في كفة ودي في كفة تانية خالص. ايه دي بقى؟ قالك دي معايير الاخلاق الطبية المتعلقة بالابحاث الوراثية، اسمها الموافقة المستنيرة. يعني ايه موافقة مستنيرة؟ ان احنا بنسمح للمريض انه يساهم معانا في العلاج. ينفع اعمل لحد تجارب من غير ما يبقى عارف نوع التجربة هتعمل عليه؟ لا. ينفع اعمل لحد اجراء طبي عملية من غير ما يبقى عارف العملية اللي هتعمل له؟ لا. اهو اول حاجة الافصاح. اقول له اقول له ايه؟ قال لك اخبري المريض بالمعلومات ذات البحث او العلاج. لو جالي مريض وانا دكتور هقول له المرض اللي عنده. يعني جالي مريض تعبان جدا جدا اقول له والله حضرتك عندك ذبحه صدريه. انا كده افصحت. مستر او يا دكتور يعني ايه ذبحه صدريه؟ اقول له والله بص، الشريان اللي في القلب بيبقى فيه تكتلات من الدهون على الشريان بسبب كتر اكلك الاكل الغير صحي، وده بيعيق حركه الدم وبيعمل فيها مشاكل. انا كده فهمته المرض. يعني قلت له عندك ذبحه صدريه اللي هي جلطه في القلب وشرحتها. هو كده بيتكلم على الفهم، ويعني وعي المريض للمعلومات اللي حصل عليها. والافصاح والفهم مهمين. ليه؟ الدكتور الجميل القمر اللي بيشرح للمريض ويفهمه الحاله المرضيه اللي عنده، ده بيساعد المريض انه يقدر يثق فيا ويساعده في قراراته. تشجيع المريض على المشاركه في اتخاذ القرارات وخلق الثقه بين المريض والطبيب. طيب 2 الاهليه. طب والعمل يا دكتور؟ ايه العمل ده؟ ايوه العمل، انا هعمل ايه دلوقتي؟ تعمل ايه دلوقتي في ايه؟ ايوه دلوقتي حضرتك انت قلت لنا ان انا عندي ذبحه صدريه، ضيق في شريان في القلب. ايه الاهليه دي؟ قال لك الاهليه هي القدره على فهم المعلومات ومعرفه عواقبها. بص يا باشا، اقول لك والله انت عندك جلطه في القلب اللي هي كذا 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 شرحها، واجي اشرح لك بقى. يا اما ناخد مذيبات جلطه وهتدوب وتاكل اكل صحي وتتمرن عشان تحافظ على لياقتك، يا اما هنعمل عمليه فيها قسطره ودعامات عشان نسلك القلب ونسلك الشريان، يا اما مش تعمل حاجه وتموت. يعني ايه؟ قال لك الاهليه ان انا ااهلك لاتخاذ قرار، افهمك، اوعيك، ادي لك اراء استقلاليه عشان تقدر تفهم القرار اللي انت عايز توصل له. قد يكون الشخص قادر على اتخاذ قرار في محل سكنه، لكنه غير قادر على اتخاذ قرار الدواء. ويجب على الاطباء حمايه الاشخاص الغير مؤهلين. يعني ما ينفعش طفل صغير، انا اسف جدا ان اقول لكم كده، بس انتوا اطفال ما تقولوش لحد. العيال الصغيره اللي زيكم دول ما لهمش راي، احنا بناخد راي بابا وماما. الطوعيه، حق المريض في الرعايه الصحيه هي احترام الاستقلاليه. لا ينفع نتلاعب بيه ولا نضغط عليه، ويتوجب على الطبيب الامتناع عن اقناعك بحاجه. خلي بالك من دي. يعني ما ينفعش تقول لازم تعمل عمليه. يعني انا كل دكتور اروح له بركبتي يقول لي لازم تعمل عمليه. يا عم ما هي ماشيه الحمد لله، عامل لها شويه تقويات وشويه علاج طبيعي بفضل ربنا علينا وشغاله زي الفل. لكن الدكتور اللي عايزك تعمل عمليه، اعمل لك عمليه ادفع لك 150,000 جنيه، هو هيشتغل ساعه ولا هيشتغل ساعتين وفي الاخر ولا ليك لازمه. هو بالنسبه له استفاد مكاسب ماديه. مش عايز اعملها براحتك. زي ما قلت لكم، لو جالي مريض في حاله حرجه مش عايز يعمل عمليه وانا عايز اعمل عمليه غصب عنه وراح اشتكاني، هتعرض لمساءله قانونيه. طب مستر بتقول حاجات غريبه. مستر المريض هيموت بيكتب اقرار انه على مسؤوليته. اخر حاجه الموافقه، ودي ان المريض يقبل انه يشارك
بالكتابة. يعني ايه؟ قال لك اسمها موافقة كتابية، اسمع مني وصحصح ليا. طب مستر قول لنا الدرس ده كده كله، الدرس الفصل الثاني اللي هو البيوتيكا سريعا. قال لك اتكلم عن حاجة اسمها واحد الأخلاق التطبيقية، قواعد والقيم الجديدة اللي بتنظم العمل وبتعالج مشاكلنا الحياتية. بقول لحضرتك التطور في علم الطب وعلم الأحياء طلع لنا حاجة اسمها العلوم البيوطبية اللي طلعت البيوتيكا. ولفظ بيوتيكا أطلق لأول مرة على إيد فان بوتر سنة 1970، وده عالم أمريكي، وسماها بعلم البقاء، وهي علم أخلاقي بيعالج المشكلات الناتجة عن الثورة البيولوجية. طب مستر إيه فروع البيوتيكا؟ إيه مجالاتها؟ أخلاق العيادة، لو اتكلم على المريض والطبيب والعلاج، اي حاجه في علاقه المريض بالطبيب. 2 البحث العلمي لو اتكلم التجارب على البشر. 3 السياسه الصحيه لو اتكلم على الصحه العامه او منظومه العلاج او توزيع الموارد الصحيه. طب مستر بعد كده دخلنا على المشكلات الناتجه عن الثوره البيولوجيه، ودول 3 مشاكل. 1 زراعه الاعضاء من حي او من ميت، قلنا من حي لحي تنفع، من ميت لحي لو ميت موت دماغي. 2 الموت الرحيم او نزع الاجهزه الداعمه وضد الكرامه الانسانيه. 3 ودي اهمهم قيمة الحياة ومنع التجارب على المشوهين أو المعاقين ذهنيا أو نزلاء السجون أو المحكوم عليهم بالإعدام، لأن ده برضه ضد الكرامة الإنسانية. وبعدها خدنا حاجة مهمة جدا 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 اسمها المعايير الطبية الحديثة، المنفعة، فعل الخير للمريض أو مساعدة المريض أو علاج المريض، عدم إلحاق الأذى عمدا أو نتيجة للإهمال، احترام الاستقلالية الفردية، ما ينفعش أجبره على علاجه بيتعالج بمزاجه. آخر حاجة المساواة والعدل، ما ينفعش أميز بين غني وفقير. وقلنا ان التحرر الوراثي ليه مشكلات ناتجه عن الموافقه المستنيره. 1 الافصاح اقول لك المرض. 2 الفهم اشرح لك المرض. 3 اهليه اهلك واعرفك نتائج القرار اللي هتاخده. و4 ودي اهم حاجه بالنسبه لنا الطوعيه، تتعالج بمزاجك بدون قهر او اجبار او تلاعب. واخر حاجه 5 الموافقه لازم تبقى كتابيه. وكده مع بعض يبقى خلصنا نص منهج الفلسفه، واشوفكم الحصه الجايه ان شاء الله بعد ما تحلوا الواجب كله. اسئله جميله جدا ومتنوعه، وهتلاقوا في الواجب 3 امتحانات على المنهج كله، عشان انا براجع ده وانت كده كده مخلص المنهج فتحل امتحانات شامله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسف لو طولت عليكم، وتحت امركم في اي حاجه، واشوفكم على خير.